خاصة. قول هاي مو قبل بالحفلات يقولون تحية خاصة. هاي اليوم هاي كاميرتك. نعم. هاي إلى السيد محمد الشاعر السوداني، وأنا المسؤول عن كلامي. قسما بالله هذا الجهاز أيضا راح يكون شاهد، وعندي فلاشات جاهزة. مسألة الفساد الإداري والمالي هذا اللي عرضناه فيض من غيظ، تريليونات كلش هواية بتنحسب على مستوى العراق، لكن هذا كله اللي حكينا به لا شيء أمام فساد أخلاقي. اكو فساد أخلاقي قاعد، دولة مو صاروا لمرحلة من الترافة، حاليا بدأوا يستخدمون الفساد الأخلاقي مع نسائنا، يعني مع الموظفات. وهاي الموضوع انت ابن الجنوب والمفروض ما تقبله، وانا هذا على استعداد انه اجي لحضرتك واقول لك هذا المدير العام وذاك الوكيل وهذا المدير وش يسوون وشلون يساومون النساء الموظفات. ممكن نسكت على مسألة الفساد المالي والفساد الإداري وتحملناها وصار 20 سنة، بس قسما بالله والله وبالله وتالله اللي قاعد يصير، أنا أحكي لك على مستوى وزارة الكهرباء في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وباقي الشركات، قاعد البعض من المسؤولين يستغل الموظفات، وهذا موثق، وهذا المفروض ما تقبل عليه. يعني جي. هاي مناشدة.